ويا مساء الخير صبايا واهلا وسهلا بكل حدا عم يشوف الفيديو. ورجعت لكم بفيديو جديد ويوم جديد. بالبداية حابة اقول لكل حدا انضم جديد للقناة اهلا وسهلا فيكم، نورتوا القناة. ولكل حدا عم يشوف الفيديوهات ولسه ما مشترك بالقناة، شو ناطرين؟ اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وشاركوا الفيديوهات لرفقاتكم حتى تكبر عائلتنا بسرعة كتير. اليوم بدياني معكم الفيديو بعد السحور. كنت بدي اعمل محاشي فقلت رح اعملهم قبل السحور. فقلت انه سهرانة وسهرانة قبل ما انام راح اشتغل بالمحاشي وجهزهم مشان تاني يوم بس حطهم على النار واطبخهم. يعني شفتوا انه مشان امن على الوقت، وخصوصي اني عن جد عم تجي علي ايام كتير انه ما عم بقدر انام بعد الفطور، فعم ضل سهرانة للسحور وكتير عم يتأخر وقت الصلاة. فعم انه هيك يعني مثل ما بقولوا عم ضل دايخة كل اليوم ونعسانة وما عم اشبع نوم ابدا. هلا اول شي عملته حطيت مي على النار، بدي اسلق الملفوف لاني بدي اعمل محشي ملفوف ومحشي كوسة. وجيت قلت لبين ما تغلي المي رح احفر الكوسايات مشان انه ابدا بلف الملفوف. هون بعد ما قمعت الكوسايات ولتيتهم بالملح تركتهم على جنب حتى يتبل تمهم شوي، جيت بدي اقمع الملفوف مشان احطه بقلب المي ينسلق. هلا بعد ما خلصت حفريت كوسة والملفوف عم اسلقه على النار، شو بدي اعمل؟ بدي اعمل طبلة الرز مشان ابدا بحشي المحشيات او لف المحشيات مثل ما بقولوا. هلا في عنا بهار وملح حسب الرغبة. انا بالنسبة لي ما بحب كتر كتير ملح بالاكل، بس بنفس الوقت كتير بحب اعمل بهار بالاكل بخصوص المحشي. طبعا هاي يعني انه مثل ما بقولوا الحشوة على كيفنا، كل انسان بيحط اللي بيحبه. كمان هون في عندي لحمة، طبعا اللحمة بدها شوي يعني شوي صغيرة ما كتير. وكمان في عندي دبس بندورة، يا الله جمدان، يعني طلعته من قبل بوقتها. هلا أنا كتير هيك شغلات يعني بما إنه ما قدرت أنام، فقلت إنه خلص حخلص على السحور بكرة، في مو الصبح يعني العصر بحطها على النار خالصين جاهزين، بس بدي أطبخها هيك أما نطبخ يومين بكرة واللي بعد. خلينا نرتاح شوي. هلا جبت شوية مية السلق تبعت الملفوف مو تكون سخنة كتير. قلت بدوب بدبس البندورة فيها. هلا بعرف كتيرين رح يقولوا انه الكوسايات كتير كبار وتبعات المحشي مو هيك، بس ما بعرف يعني جاي عبالنا المحشي، فقلت خلص يعني شو ما كان يكون ما حتفرق كتير. هون بدي اعمل تشكيلة يعني. هلا بالعادة شو بعمل؟ ملفوف، باذنجان، فليفلة، كوسة. ايه بس بما انه الدنيا صيام هيك والصراحة اولادي ما كتير بحبوا لا الباذنجان ولا الفليفلة يعني عن جد بطبخهم
ما بكتر، بس لإلي انا ويوسف كمان بيحب، بس حتى يوسف بحب الكوسه والملفوف اكتر. هلا اول اشي راح ابدا بالملفوف عشان اذا ما كفاني يعني، وبدي اضطر اطلع لحمه كمان من الفريزر هيك. فالكوسه شفته ما بياخد وقت اوام يعني انه هي خصوصي من الكبار، بس بحس انه الملفوف شوي بياخد وقت. فلهيك قررت اني ابدا فيه. ليش هي هيك طلعت؟ يلا نشوفها. مع اني عن جد بحس انا الملفوف من اسهل انواع المحاشي، يعني اسهل الشي بعتبره انا الملفوف، بعدين اليالنجي، بعدين الكوسه والباذنجان، وبالمرتبه الاخيره اليبرق. اليبرق كتير بحس شغله ثقيل، مع اني انا كتير بحبه كتير يعني. بحس ده لامي بقول لها كان يوم روحي انتي انعزمي على اليبرق، وانا ما في حدا يلف لي يبرق. وهون خلصت محشياتي وسويتهم جهزتهم. زاد عندي شوية رز، قلت بكرة بحفر لي حبة بطاطا أو حبتين وبحشيهم. كمان طالعت التعطيمة اللي بدي احطها تحت المحشي، وجريت الجليات. شو ضل علي؟ اعمل سحور. وهي هون تاني يوم الصبح او الظهر. فقمت بدي احط المحاشي. هي اول مره بعمل طنجره محشي كلها هالقد صغيره. حاليا بالنسبه لي كتير بحب المحاشي المشكله، ومثل ما لكم شايفين جليات السحور ما كنت مرجعتها لمكانه، فكان عندي شويه شغل. قلت خلاص راح امن على المحشي حطه على النار، اهم شيء مشان يلحق على الافطار، وبعدهم بشتغل البيت على مهلي. مو مشكلة يعني شكل البيت، انه المهم تكون الطبخة جاهزة، لانه شفتوا نحن محكومين بوقت اكل وهيك. هلا انا بالنسبة لي عن جد بحب من النوع اللي بيحب اني يخلص طبختي وشغلي كله على بكير. وهون جيت بدي اعمل الحمض تبع المحشي. حطيت له دبس بندورة ودبس رمان وحمض وملح وثوم ونعناع. هلا في ناس بيعملوا المحشي الملفوف بمي بيضاء، لا انا بحبه بالمي الحمراء، عن جد بيطلع كتير طيب، وخصوصي مع الدبس الرمان بتطلع نكهته غير شكل. يا عيني غرام، يعني ما في اطيب من المحاشي عن جد، بس انه شوي شغلون صعب. هلا انا بالنسبه لي ما بستصعبون ابدا، يعني انه كتير سهل علي، بس انه الدنيا صيام وهيك فبستصعبون شوي. وهيك طبقت المحشي على النار وتركته يغلي على مهله. واحلى شي صوت الغسالة كل شوي طالع بالفيديو، عن جد صوتها ما احلى طالع. يعني هيك بحس انا احيانا الغسالات انه عن جد بيكونوا نعمة، وخصوصي هلا عن جد سبحان الله الجو كتير كتير برد، بس بنفس الوقت كتير شمس. يعني ما لكم عارفين الدنيا صيف ولا شتاء. وهون كان صاير وقت الافطار، تقريبا بقي شي ربع ساعة للافطار. فكنت مطفية الغاز وجليت الغاز ونظفته ومسحته ونظفت كل شي، ما ضل علي شي ابدا غير طنجرة المحشي. بعد الافطار قلت بجليها هي وجلي العشاء. هون بلشت بقى بدي اجهز الاكل. طبعا ما عملت اي نوع من المقبلات، لاني هيك نحن ما عم ناكل، فانه عن جد حرام الاكل عم يضل بالبراد. فما عم حب انه خلص عم اعمل الشي اللي نحن بدنا اياه. هلا بكره او بعد بكره انه حسب ما يضل عندي اكل، فبشوف شو في عندي بعمل مقبلات وهيك شغلات. فيعني عم حاول قدر الامكان انه تكون صفرتي مرتبه، بس بنفس الوقت ما يكون في اهدار للاكل. وهيك كان عشانا لليوم. الحمد لله رب العالمين، الله يحفظه نعمه. الله يديمها نعمه ويحفظها من الزوال. يعني هيك كان عشانا لليوم.
الله أكبر الله أكبر. اللهم إني لك صمت وبك آمنت كافة ضابط الزمر. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إن شاء الله. أنا عندي. وطبعا أنا والولاد عم نفطر لحالنا لأن يوسف ما عم يجي، يعني هو بالشغل فما عم يجي معنا على الإفطار. الحمد لله إنه كسبناه أول أسبوع من رمضان، فهلا إنه ما بقى يجي على الإفطار. هيك كان عم يقول لي إنه خلص ما بقى يحسن يجي. شو بدنا نعمل؟ الحمد لله رب العالمين. لا أحلى شيء ابني الصغير إنه بتحسوه صايم إلا شوي على قد ما بيكون جوعان وتعبان وعبولي مي وعبولي عصير وعطوني تمر، فبنحسه انه عن جد هو صايم. يا حرام، ما بنقول عنه مفطر ابدا ابدا، يعني بيعيش اجواء الصيام، بس هو صاير مثل الاتراك مفطر كل اليوم، بس خلص سفرة الافطار إلى نكهة مميزة بيحتفل فيها. يعني خلص هو بيقعد بيستنى الاذان، بس نأذن خلص عبولي مي عبولي عصير يعني إلا شوي إنه حاسسته ربيان بعائلة تركية، لأني نفس أتباع الأتراك كل اليوم مفطرين. بس نجيتوا عن وقت الأذان بتروحوا على الفرن زحمة، بتروحوا على المطاعم زحمة، وكل الناس قاعدين عم ينطروا الأذان. خلص مجرد ما يأذن بياكلوا، مع إن هن مفطرين. الفطور علي واللم والتنظيف عليكم بالليل. أنا لا هذول هو بالليل. وانتي بتمسحي الطاولة وأنا بجلي. بعدين بنروح نجيب إفطاريات. بعدين بدكم تقوموا تصلوا المغرب. بعدين بنروح نجيب إفطاريات. بعدين بدكم تناموا. وطبعا هذا الحديث اليومي بعد الافطار ما بيصير بلا مين بده يشيل الفطور ومين اللي جابه ومين بده ينظف ومين بده يعمل. احلى شيء انا دائما مستلمه المطبخ. خلص الغرفه يصطفلوا هن بدهم يرتبوها هن بدهم ينظفوها، هاي انا مستلمه المطبخ. بس جاي على بالي اعمل لهم دوريه بالجلي. والله نهار اجلي انا، نهار بنتي، نهار ابني، بس المشكله ما بيعرفوا يجلوا كاسه مي، فعم فكر علمهم. وخلص يعني اكيد ما راح اقضي شهر رمضان كلياته انا لحالي بالمطبخ وعم اجلي. لازم اعمل لهم دور ويصيروا يجلوا معي. والله كتير تعبت يعني جد، يعني تعبت بالجلي. هون الولاد الله يرضى عليهم قاموا لموا وانا كنت واقفه عم اجلي، وطبعا صلينا واجا وقت الرواق. يا سلام، هن راحوا يناموا وانا بدأت اشرب القهوه. احلى شي بعد الفطور فنجان القهوه. بس انا من النوع اللي ما بحب اشرب القهوه بدون ما يكون المطبخ نظيف. ولهون تكون وصلت معكم لنهاية الفيديو ونهاية اليوم. بتمنى من كل قلبي إذا وصلتوا معي لنهاية الفيديو تشتركوا بالقناة. بحبكم كتير. سلام.